يعني عشان العب كوره ادفع فلوس؟ الكوره زمان كانت بتاعت الفقراء، واحسن لعيبه العالم كلهم قصصهم في بدايتها صعبه، زي لوكاكو اللي امه كانت بتضيف له ميه على اللبن علشان يشبع، وميسي كان هيبطل كوره علشان معهوش حق العلاج. ونروح لبعيد ليه، ابو تريكه نفسه اشتغل في مصنع طوب ووقف كوره فتره علشان يساعد اهله، ولولا ان النادي تكفل بفلوسه كان هيبطل كوره. بشتغل في الطوب في فترة معينة، فترة الصيف. مصنع طوب يعني؟ اه، مصنع طوب. نمت وقلت خلاص واستعودت ربنا في حلمي. صحيت طبعا فاقد الشغف وبحاول اشغل وقتي في اي حاجه لغايه ما الكابتن اياب يرن عليا وبيسالني ما جيتش ليه. ابتديت افهمه ان الظروف عندي صعبه وان انا معيش فلوس ادفع، والكابتن عامل زي الشيطان شايفني عباره عن فلوس، عمال يسهل لي الدنيا بشكل مش طبيعي ويقول لي قسط لي فلوس وانا محتاجك في الفرقه معايا، وابتدى يحسسني ان انا نجم الفريق خلاص. يقول لي الدنيا سهله ومش هخليك تدفع زي بقيه اللعيبه وهتدفع اقل عشان انت لعيب مميز، وابتدى يفهمني ليه النادي اصلا استثماري. قعد يقول لي انت تدفع مبلغ بسيط عباره عن 3000 جنيه هتاخد مقابلهم ماتشات وديه والتأمين